بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف النهاردة ازاي نعرب الويندوز، مش هنعرب الجربر. ازاي نعرب الويندوز عشان نكتب الستورج اريا باللغة العربية. هي فعلا ان في ناس بتحتاج ان هي تكتب ستورج اريا باللغة العربية، بس لما بتيجي تكتب مثلا في الجربر في العادي، لو قلنا مثلا كليك يمين نيو ستورج اريا، جينا نكتب بالانجليزي مثلا جربر، مثلا جربر بيكتب عادي. تمام. طب لو غيرنا اللغة وكتبنا باللغة العربية، جينا نكتب كده، ما بيكتبش، بيكتب رموز مش مفهومة. ولو قلنا اوكي تظهر برضو رموز مش مفهومة. فاحنا نمسحها بس كده is to all، ونشوف ازاي مع بعض هنغير لغة الويندوز او ترميز لغة الويندوز عشان عشان نخلي الجربر يدعم اللغة العربية، وليكن مثلا زي للأسف ما فيش حاجة مكتوبة هنا بالعربي، فهنكتب مع بعض يعني، ما فيش أي مشاكل. طيب، مبدئيا هنخش على الكنترول بانل. تمام. بعد كده هنخش على كلوك اند ريجن. تمام. بعد كده هنخش على ريجن، هنخش على ادمن. تمام. تشينج سيستم لوكال. تمام. هنختار من هنا اللغة العربية، اللغة العربية مصر. تمام. اوكي. طيب، هيطلب مننا ريستارت، هنرستر الجهاز ونرجع نشوف ايه اللي هيحصل. تمام كده. طيب، رسترنا الجهاز وبننتظر ان الستورج اريا تحمل عشان نفتح البرنامج ونتأكد من اللي احنا عملناه ده. طيب، نراجع بس الأول اللي احنا عملناه. دخلنا على الكنترول بانل، لوك اند ريجن، ريجن. تمام. ادمن، تشينج لوكال، تشينج سيستم لوكال، وغيرنا اللغة للغة العربية. قلنا اوكي، طلب مننا ريستارت، عملنا ريستارت وهنفتح البرنامج. تمام. نعمل ريفرش كده، فتحنا الاكيو مارك. تمام، فتح معانا الاكيو مارك. نكبر الشاشة كده، نقول كليك يمين نيو ستورج اريا، ليكن مثلا نكتب اختبار. بدأ يكتب معانا اهو بالعربي، وظهر معانا الاستورج اريا بالعربي. لو احنا جربنا الموضوع ده في جربر 10، خصوصا جربر 10، بيكتب معاك بالعربي وماشي، بس لما تيجي تفتح مش هتلاقي محتويات الاستورج اريا، لان نسخة 10 مش داعمة لترميز اللغة العربية. ممكن الموضوع ده نطبقه من اول جربر 14، 15 و16 و17 شغالين معاهم، مفيش اي مشاكل فيهم. تمام. ده كده كان ازاي نكتب الاستورج اريا باللغة العربية، وازاي نفعل الميزة ديت في الويندوز. يلا، مع السلامة.